فكرة الفيلم بتتلخص إننا واقعين في شلة حرامية يا روايح الزمن الجميل هفهفي وخدينا للماضي وسحره الخفي. فيلم تم منعه من العرض بأمر شخصي من وزير الداخلية نبوي إسماعيل، وبعد كده تم السماح ليه بالعرض من قبل الرئيس الراحل أنور السادات، وتم منعه من العرض بسبب نقده القاسي لنظام السادات. لكن الفيلم فيه أفكار خطيرة جدا ممكن تكون خطورتها أكبر بكتير من فكر نقد نظام ما. فمع مراجعة الفيلم صاحب المركز ال 37 في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. الفيلم من بطولة نور الشريف، عزت العلايلي، سعاد حسني، وقصة نجيب محفوظ، ومن إخراج علي بدرخان. بتبدأ الحكاية مع زعتر النوري نشال اللي بيتم القبض عليه من الضابط محمد فوزي، وبعد خروج زعتر من السجن بيحاول انه يسلك طريق شريف بعيدا عن موضوع النشل، لكن بتحصل سرقه لرجل اعمال كبير في المنطقه بتاعه زعتر، فالضابط محمد بيشك فيه، لكن بيعرف ان زعتر مش هو النشال اللي سرق رجل الاعمال، لكن زعتر بيوعده انه هيرجع المحفظه اللي اتسرقت لصاحبها، وفعلا بينجح في ده. وكمكافاه ليه فرجل الاعمال زغلول رأفت بيوفر ليه وظيفه في شركته. بعد كده زعتر بيشتغل مع زغلول وبيكتشف انه مهرب كبير، لكنه بيكمل شغل معاه وحاله بيتبدل وبيبقى من الاثرياء، وبدل ما كان زعتر النور الحرامي بقى محمد زغلول رجل الاعمال الكبير. بعد كده زعتر بيحاول انه يتجوز سهام اخت الضابط محمد فوزي، فيا ترى هينجح زعتر انه يتجوز سهام ويبقى من اهل القمه، ولا الضابط محمد هيبقى ليه راي تاني؟ فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ فيلم النهارده بيتكلم على فتره انا بعتبرها من اسوأ الفترات اللي مرت على مصر، وبعتبرها الهزيمه الثانيه لمصر بعد حرب 67. الفتره دي ادت لهدم حاجات كتير جدا في المجتمع المصري، واللي يمكن بنعاني من اثارها لحد دلوقتي. فيلم اهل القمه زي ما قلنا هو عن قصه للكاتب العبقري نجيب محفوظ، ومن اخراج علي بدرخان. نجيب محفوظ انا بعتبره اكبر من كاتب، فهو مؤرخ لفساد الحكومات المتتاليه وتاثير الفساد ده على المجتمع. فنجيب محفوظ هو مهاجم وناقد شرس جدا للحكومات المصريه المتعاقبه. نجيب محفوظ هاجم النظام الناصري بقسوه في افلام ثرثره فوق النيل وميرامار والكرنك، وبعد كده هاجم نظام السادات بقوه ونقد التحول الاسوأ في تاريخ مصر من خلال فيلم النهارده وهو فيلم اهل القمه. علي بدرخان صور التحول ده بلغه سينمائيه عاليه جدا وبرمزيات كتير هنتكلم عنها بعد كده، وده اللي خلى فيلم اهل القمه يطلع بالشكل العبقري ده. لان لما يكون في كاتب مش بيخاف انه يقول كلمه الحق زي نجيب محفوظ، ومخرج جريء زي علي بدرخان، واللي كان تاني تجاربه كمخرج هو فيلم قاسي جدا زي فيلم الكرنك، وبعديه فيلم اكثر قساوه زي فيلم شفيقة ومتولي، وبعديه فيلم جريء وصادم زي فيلم اهل القمه. فاحنا قصاد كاتب ومخرج مش بيخافوا من حد مهما بلغت قوته، ومش بيحترموا حد غير فنهم وموهبتهم. وده اللي ادى ان فيلم اهل القمه يظهر بالشكل ده، بشكل صادم في نقد واضح وصريح لفتره الانفتاح الاقتصادي في مصر في عهد الرئيس السادات وفي عهد وزير الداخليه القوي جدا النبوي اسماعيل. وقبل ما نحلل الفيلم سينمائيا لازم نتكلم عن الفتره الزمنيه اللي بيتكلم عنها الفيلم ونشرحها قبل ما نبدا في اي حاجه. بعد حرب اكتوبر انتهج الرئيس المصري الراحل انور السادات سياسات جديده تماما، وسياسات مختلفه تماما عن السياسات اللي كان بينتهجها نظيره الراحل جمال عبد الناصر. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، فالرئيس السادات عمل على تحويل مصر من دوله اشتراكيه كما كانت في عهد جمال عبد الناصر الى دوله راسماليه. السادات حارب بشكل كبير فكره القطاع العام وسيطره الدوله على الاقتصاد المصري، وانتهج سياسات السوق الحر ورؤوس الاموال الخارجيه والقطاع الخاص. السياسات دي بالتبعيه عملت هزه كبيره وقويه جدا في المجتمع المصري، وانتهجت سياسات مختلفه تماما عن سياسات السوق المنغلق على نفسه، وسياسات تحكم وسيطره الحكومه على الاقتصاد المصري والاعتماد على القطاع العام، وكعاده اي رئيس بيحكم مصر. فالرئيس السادات انتهج ضرب مختلف تماما عن الضرب اللي كان واخده الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وطمس اي ارث ليه. الهزه القويه اللي حصلت في المجتمع اثرت فيه بشكل كبير، وادت لظهور طبقات جديده وافراد بيتصدروا المشهد الحالي مختلفين تماما عن الطبقات اللي كانت موجوده ايام عبد الناصر، وافراد تصدروا المشهد مناسبين تماما لمتطلبات العصر الجديد وهو عصر الانفتاح الاقتصادي على السوق العالمي. فيلم اهل القمه بينتقد الفتره دي لكن من منظور مختلف عن كل الافلام اللي اتكلمت عن فتره الانفتاح. الفيلم من اول مشهد فيه هو بيرصد تحول المجتمع من خلال الكادرات اللي اخذها علي بدرخان لاعلانات السلع الاستهلاكيه المستورده واللي منتشره في كل مكان، واللي بتوضح مدى التحول الرهيب اللي حصل في المجتمع المصري من مجتمع صناعي وزراعي الى مجتمع استهلاكي نفعي بيعتمد على القيمه الاستهلاكيه في كل شيء. وبعد كده بنبدا نشوف ملامح المجتمع اللي رسمه نجيب محفوظ وصوره علي بدرخان، المجتمع المليء بالشخصيات المثيره للجدل والافكار اللي ممكن تهدم النظام من اساسه. واول الشخصيات دي هي شخصيه الضابط محمد فوزي. نجيب محفوظ رسم شخصيه الضابط محمد بشكل مختلف تماما عن كل الاكليشيهات اللي اتعودنا عليها في السينما المصريه. الضابط محمد هو راجل شريف ومخلص في عمله، مش بيستغل منصبه في التربح او بيستغل قوه منصبه لصالحه، كل هدفه انه يؤدي عمله بدون انه يحصل على اي مكاسب شخصيه. الضابط محمد من الشخصيات اللي بتحارب طواحين الهوى لوحدها، عاوز يحارب الفساد حتى لو هيحاربه لوحده. مشكله الضابط محمد انه عاوز يحارب الفساد في منظومه فاسده بالكامل، وفساد المنظومه صوره نجيب محفوظ وعلي بدرخان في المشهدين دول.
نكبس على المحل بتاع زعتر وعيال النشالين ونسالهم على المخلصات الجمركيه للبضاعه اللي عندهم، البضاعه اللي من غير مستندات تبقى متهربه، نصدرها ونقبض عليهم. حيلك القانون ده اتلغى من مده. اتلغى ليه؟ يظهر المهربين احتاجوا. الو، اهلا شوكت بيه. في بضاعه اتمسكت في الجمرك، يعني اعمل انا دلوقتي اذن استيراد وسعادتك هتسجله في تاريخ قديم ونبقى طلعنا منها؟ وبالرغم انك قد تظن ان شخصيه الضابط محمد شخصيه خياليه، لكن هتلاقي كتير في المجتمع حواليك. هتلاقيها في الطبيب اللي بيعالج مرضاه من غير ما يستغلهم، وفي المدرس اللي بيؤدي رسالته في تعليم الاطفال من غير استغلال حتى لو كان كل اللي حواليه غير كده. الضابط محمد هو مثال لكل شخص شريف راضي باللي ربنا اداهوله وبيؤدي رسالته وواجبه ناحيه مجتمعه حتى لو كان هو لوحده اللي بيعمل كده. هو فضل ورا زعتر لحد ما قبض عليه، وبعد كده حاول انه يخليه يتوب ويشتغل وظيفه محترمه. وبعد ما زعتر ساب النشر ويكتشف انه شغال في السلع المهربه، فضل وراه علشان يقبض عليه بالرغم من انه مش في مجاله ولا نطاق عمله، وده لايمانه بان لازم يحارب الفساد في كل مكان. شخصيه خياليه لكنها موجوده بالفعل، بس علشان هي قليله في المجتمع فمش بنشوفها كتير. وعندنا بعد كده شخصيه سهام اللي ادتها الفنانه العبقريه الراحله سعاد حسني. سعاد حسني من اول مشهد بتنقل لنا مدى الذل والضعف والانكسار اللي موجودين في شخصيه سهام، شخصيه البنت الضعيفه اللي الدنيا جت عليها ومنعتها انها تكمل تعليمها، والظروف اللي خلتها تبقى تحت نيران زوجة خالها المتسلطه اللي كان بتعاملها معامله سيئه جدا. الظروف برضه حطتها في وظيفه مرتبها مش بيكفي احتياجاتها الاساسيه. سهام بتمثل معظم الشعب المصري المطحون، الشعب اللي الدنيا جت عليه وداست على وشه، الشعب اللي مش عارف يحقق احلامه البسيطه واللي هي في مجتمعات تانية تعتبر حقوق، مش عارف يتعلم، مش عارف يلاقي مكان ادمي يعيش فيه، مش عارف يتجوز ويكون اسره بسيطه. سهام مثال لكل شخص ماشي جنب الحيط وعايش اليوم بيوم وكل امله انه يحقق احلامه البسيطه، لكن المجتمع بيمنعه من تحقيقها. وبالرغم من ان ظروفه سيئه وبيعيش في اجواء غير ادميه، لكنه مطمع للجميع. سهام كانت مطمع للحرامي القديم زغلول رأفت، الحرامي الاشتراكي اللي بيتبرع على اعمال الخير من الفلوس اللي بيسرقها من قوت الشعب. هي برضه كانت مطمع للحرامي الرأسمالي الجديد زعتر النوري او محمد زغلول. فهي مطمع لكل الحراميه سواء الحراميه الجداد او القدام. هي مثال للشعب اللي استغلوا الاقطاعيين والاشتراكيين والرأسماليين وكل حد شافه وما صلاش على النبي. ونيجي للشخصيه الاكثر خطوره في المجتمع واللي رسمه نجيب محفوظ وصوره علي بدرخان، وهي شخصيه زعتر النوري. شخصيه زعتر تم رسمها بحرفيه شديده جدا. فلو لاحظنا تطور شخصيه زعتر من نشال الى نشال تائب لمساعد لزغلول رأفت وبعد كده رجل اعمال، هنلاقي ان التطور ده كان في الشكل مع ثبات في الافكار والمعتقدات. فلو لاحظنا هنشوف شكل زعتر بنفسه الرثه وطاقيته المتوسخه واسنانه الصفراء لما كان نشال، وشكله اتغير ونضف شويه لما اشتغل مع زغلول، وبعد كده ظهر عليه مظاهر الثراء لما بقى رجل اعمال. لكن برغم من التطور في المظهر الخارجي لزعتر النوري، لكن زعتر من جواه ما اتغيرش وفضل هو زعتر النشال بالرغم من انه بطل ينشل جيوب الناس. وده لاعتقاده ان هو نفس نشال برغم من التغير في منظره ووضعه، زي ما نشوف في المشهد ده. زي ما قلت قبل كده ان شخصيه زعتر هي من اخطر الشخصيات اللي رسمها نجيب محفوظ. فخطوره شخصيه زعتر النوري مش بتنبع من الطبقه اللي بيمثلها، وهي طبقه المنتفعين اللي استغلوا فتره الانفتاح الاقتصادي واستغلوا القوانين المعيوبه اللي كانت موجوده في الوقت ده، واستغلالهم ده خلاهم يغيروا من اوضاعهم وينتقلوا للطبقات الاعلى من المجتمع ويصبحوا من اهل القمه. وده لان اي حدث كبير بيحصل في المجتمع بينتج عنه هبوط طبقات وصعود طبقات اخرى. فانتقال مصر من الملكيه للجمهوريه ادى لزوال طبقه البشوات الاقطاعيين وصعود طبقه البشوات الضباط من اعضاء مجلس قاده الثوره. وقوانين الانفتاح الاقتصادي ادت لهبوط طبقه رجال الصناعه والسياسه المنتفعين والمقربين من النظام، وصعود طبقات جديده دخيله على اهل القمه من المستوردين والمهربين امثال زعتر النوري. فكل تغير سياسي بيتبعه تغير مجتمعي قوي جدا بيهزه وبيلخبط طبقاته وبيخلي اللي فوق تحت وبيخلي اللي تحت يبقى من اهل القمه. فخطوره زعتر النوري مش بتنبع من انتقاله من طبقه الحرافيش لطبقه اهل القمه، لكن خطوره شخصيه زعتر بتنبع من المفاهيم والافكار اللي في دماغه زي ما نشوف المشاهد دي. سعادتك بتقبض على عالم الاشقيه والنشالين لحساب الحكومه عشان ما يسرقوش الناس، سليم؟ سليم. تيجي الحكومه بقى تسفحهم في الضرايب وتولع الاسعار. ده غير الدمغه. بس اللي انا مش فاهمه لازمتها ايه الجمارك دي؟ هي الحكومه ناقصه فلوس؟ على رأيك، انما تقول ايه؟ اي تفاصيل وتضييع على الخلق. بس هو بيعتبرني مجرم وما عنديش اخلاق، وده غلط. الامراء والبشوات قبل ما يبقوا امراء وبشوات كانوا ايه؟ كانوا حراميه. يا سلام على الافكار المعتبره. طبعا الجمل الحواريه دي لم تكتب جزافا، لكن كانت مقصوده للدلاله على فكره خطيره جدا بيتم طرحها من خلال شخصيه زعتر. وخطوره الفكره اللي بيطرحها زعتر بتتمثل في انه في المشهد الاول بيساوي ما بين النشال والحرامي اللي بيسرق المواطن الغلبان والحكومه اللي بتمص دم المواطن من خلال الضرائب والدمغات. خطوره الفكره دي بتتمثل في مدى واقعيتها واقناعها. من المفترض ان الضرائب بتتاخد من المواطن وبيتم جمعها
علشان تصب في مصلحه المواطن من تاني، وده من خلال خدمات بتقدمها الدوله زي التعليم والصحه مثلا. لكن لو تم جمع الضرائب ولم يتحصل للمواطن على الخدمات في المقابل تبقى سرقه رسمي. ونفس الحكايه برضو بالنسبه للدمغات والرسوم. من المفترض ان اي رسم يبقى مقابل خدمه جديده او حتى تطوير خدمه قديمه بيتم تقديمها للمواطن، لكن لو في رسوم من غير خدمات تبقى سرقه رسمي. فنجيب محفوظ وعلي بدرخان بيقولوا على لسان زعتر النوري ان لو في ضرائب ورسوم بدون مقابل يبقى مفيش فرق ما بين الحكومه والنشالين والحراميه. وفي المشهد التاني بيسال زعتر هو ايه فائده الجمارك؟ من المفترض برضو ان اي رسوم جمركيه بيتم فرضها على اي سلعه فبيتم فرضها لحمايه سلع محليه مماثله من سيطره السلع المستورده على السوق، وبالتالي عدم قدره المنتج المحلي على المنافسه واختفائه بعد كده من السوق. طب لو في جمارك ومفيش بدائل محليه، او لو في جمارك بدون ان الربح ده يعود لدعم الصناعه المحليه، فده يبقى سرقه رسمي وغلاء للسلع بدون مبرر. وفي المشهد الثالث زعتر النوري بيقول جمله خطيره جدا، وهي ان البشوات الموجودين حاليا ما هم الا حراميه قدام. واحنا زي ما قلنا قبل كده ان اي تغير سياسي بيتبعه تغير مجتمعي بينتج عنه ان في طبقات بتنزل وطبقات بتزول وطبقات تانية خالص بيطلع مكانها وبتبقى من اهل القمه. وغالبا على مر التاريخ دائما الطبقه اللي بتصعد بعد اي تغير سياسي هي بتبقى طبقه المنتفعين والمستغلين للتغيرات اللي بتحصل. وبالرغم من مواجهه الافكار دي لكنها افكار خطيره جدا، ومن الممكن انها تهدم نظام بالكامل لو وعى عليها مجموعه كبيره من الناس وامنوا بيها. وده هياخدنا لنقطه تانية، وهي مين هو الفيلن في الفيلم؟ مين هي الشخصيه الشريره اللي ممكن نكرهها ونلقي عليها بكل اللوم؟ للاسف احب اقول لكم ان فيلم اهل القمه ما فيهوش فيلن ظاهر وموجود في شخصيات الفيلم. ولو عزيزي المشاهد ظننت ان زعتر النوري هو الفيلن، فزعتر من خلال افكاره وتوجهاته هينسف لك الفكره دي من اساسها. دلوقتي زعتر رشال وحرامي وغير مهنته وبقى مهرب، ومن خلال افكار زعتر اللي اتكلمنا عنها هنلاقي ان زعتر ساوى ما بينه وبين الحكومه اللي بتسرق المواطن وبتاخد منه الضرايب والجمارك بدون ما يكون ليها اي مردود حقيقي عليه. وزعتر بيسرق برضه لكنه وفر للناس سلع بسعر رخيص، وانتشل بعد كده جماعته من قاع المجتمع ورفعهم لفوق وقدم لهم خدمات لحد ما اصبحوا من اهل القمه، اللي في نفس الوقت الحكومه اللي بتاخد الضرايب والجمارك ما عملت لهمش اي حاجه. ما اظنش ان بعد الافكار دي ممكن يتهم زعتر بانه شرير. زعتر حرامي بس حرامي طيب مش شرير، مش هتعرف تكرهه ولا تتحمل عليه. والخلاصه ان فكره الفيلم مش بتتلخص في صراع ما بين الخير والشر، فكره الفيلم بتتلخص اننا واقعين في شله حراميه. وده اللي بيصوره المشهد الاخير في سوق ليبيا، سوق السلع المهربه، واللي بيتم فيه زفاف زعتر النوري على سهام في وسط مجموعه من الحراميه والنشالين سابقين، في اشاره ذوبان الطبقه اللي بتمثلها سهام مع اهل القمه الجداد من المنتفعين من التغيرات السياسيه الناتجه عن سياسه الانفتاح، ومع استسلام الضابط محمد فوزي لواقع جديد لما قال الحرامي اللي نعرفه احسن من الحرامي اللي ما نعرفوش، وبعد كده ذوبانه في وسط الناس. فهنلاقي ان علي بدرخان ونجيب محفوظ ما قدموش الحل بشكل مباشر في النهايه، لكن لو احنا فعلا هضمنا فكره الفيلم كلها فده هيوصلنا ان احنا محاطين بمجموعه من الحراميه، وطول ما احنا ساكتين على الحراميه هنفضل ننتقل من حرامي لحرامي يسرق قوتنا واحلامنا، وان احنا لازم نكسر الدايره اللي احنا فيها من الاف السنين، وان الحرامي اللي نعرفه زي الحرامي اللي ما نعرفوش، وان كلهم في الاخر حراميه مهما اختلفت الطبقات والوشوش، وان احنا لازم نبقى من اهل القمه لكن من غير زعتر ولا زغلول. وبس كده، سلام.